اب عنده 5 بنات، زوجته توفت فاهتم بتربيه بناته ال5 لوحده وما اتجوزش. البنات كبروا وبدا يتقدم لهم عرسان. البنت الكبيره قالت لباباها خليني قاعده معاك اشوف طلباتك واخدمك، وفعلا اخواتها الاربعه اتجوزوا. بعد فتره توفي الاب وساب البنت الكبيره، فضلت قاعده في شقه باباها لوحدها. جم اخواتها البنات بيطالبوها بحقهم في شقه باباها، فاختهم قالت لهم براحتكم ده حقكم، عاوزين تبيعوا البيت بيعوه. راحوا قالوا لها احنا خلاص بعنا البيت. قالت لهم طب لو سمحت ممكن رقم الراجل اللي اشترى البيت؟ واخدت الرقم وراحت كلمت الراجل، قالت له من فضلك انا كنت قاعده في البيت مع والدي بخدمه وما رضيتش اتجوز لغايه ما مات، استاذنك تسيبني كام يوم في البيت لغايه ما الاقي سكن. فالراجل وافق. بعد شهرين لقيت الراجل بيكلمها، قالت ده شكلي تقلت عليه. لقيته بيقول لها انا كتبت البيت باسمك مهر ليكي لو تقبليني كزوج، لو مش موافقه فهو هديه ليكي. البنت وافقت واتجوزته، وكان اخلاق ودين وتربيه وكان غني جدا. ده جزاء البر اللي هي عملته.